اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ نهاركم سعيد وزي الفل ان شاء الله. معانا النهارده الكنافة بالقشطة، حاجة كده يعني وهم هتعجبك، جربيها. معانا اول حاجة حوالي كيلو الا ربع لبن، هنحطه في الطاسة وننزل عليه بمعلقتين دقيق ومعلقتين نشا، وهننزل بيهم على اللبن وهنضرب كل المكونات دي على البارد ونطلع بيهم بقى على البوتاجاز. يلا الوصفة سهلة وجميلة، انزلوا يلا حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلك كل شعار بفيديو احنا بننزله. دلوقتي احنا بنعمل القشطة الكدابة او الكريمة الكدابة على حسب ما بتسموها، بس هي مش كدابة اوي يعني، بتدي طعم جميل برضو للكنافة يعني. هندوبهم بقى على البارد ونروح بقى على البوتاجاز، وبرضو ايدي فيهم ما سيبهمش عشان ما تكتلش منك وتكلكع وتبقى منظرها مش لطيف. زي ما انتوا شايفين كده انا هقعد اضرب فيها لحد ما تستوي معايا وتتقل وتبقى كريمة. نسيت قلت لكم ان انا هحط باكو فانيليا، وما حطيتش سكر، مش هحط لها سكر. وهحط لها برضو معلقة زبدة. هنزل بقى بباكو الفانيليا اللي انا قلت لكم عليه، وهفضل اضرب فيها لحد ما تتقل. هسيبها على نار هادية تستوي وتبقى كريمي، يعني تتقل وتبقى كريمي، وهدي عليها النار على ما اعمل بقى الشربات بتاعة الكنافة. معايا كوبايتين سكر، عليهم كوباية مية، وهحط لها كده طرنشات ليمون، وسيب الليمون بقشره عشان الليمون يعني ما تسكرش منك قوي. وشربات الكنافة لازم يبقى تقيل مش خفيف، يعني عكس شربات البسبوسة. شربات البسبوسة بيبقى خفيف، شربات الكنافة او الجلاش او البقلاوة بتبقى تقيل شوية، يعني هنشوف مع بعض هيبقى ازاي تقيل، القوام بتاعه هيوصل ازاي معانا. ولو خليتي الشربات بتاع الكنافة خفيف هتعجن منك وهتبقى مش حلوة يعني. فشربات الكنافة معروف ان هو بيبقى ايه تقيل. ولو عندك عسل جلوكوز حطي، ما عندكيش خلاص. هنرفعهم بقى، مش هنحركهم، هنرفعهم بقى على النار ونسيبهم يغلوا مع بعض. وطبعا القشطة الكدابة هي قاعدة برضو على النار، على نار هادية، وايدي فيها برضو. اهو شرح الليمون اهو. هي القشطة أنا فضلت اقلب فيها لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه كده. هسيبها تهدى، عشان كل ما هتهدى كل ما هتتقل اكتر، فهسيبها لحد ما تهدى. نيجي هنا بقى معايا نص كيلو كنافة، هفككها من بعضها. هي بسم الله ما شاء الله عليها يعني جميلة وطازة اهي، يعني انا جايباها امبارح وحطيتها في التلاجة ليلة باتت، وهي زي ما انتوا شايفينها شكلها يعني حلو. فانا هفككها كده وبعدين ارجع لكم تاني. شايفين انا فككت الكنافة بتاعتي ازاي؟ ما خليتش ولا حتة ماسكة ببعضها اهي، زي ما انتوا شايفين كده اهي، كلها مفككة ومش ماسكة ببعضها خالص. صدقيني جربي الطريقة دي هتعجبك قوي ومش هتبطلي تعمليها. هنزل بقى بالسمنة عليها، وهفضل افرك فيها لحد ما ايه ما الكنافة كلها تشرب من السمنة. كده افضل من انك انتي تحطي السمنة في الصينية وتسقسقيها، كده هتطلع منك كلها طرية وجميلة، لانها تبقى كلها شاربة من السمنة. انا بحاول اخلي كل الكنافة تشرب من السمنة، هقعد افرك فيها لحد ما كل الكنافة احسها ان هي خلاص شربت من السمنة واستكفت يعني. نجيب بقى الصينية او الصاج اللي احنا هنعمل فيها الكنافة، وهنحط سمنة في ارضيتها،
وهننزل بقى بنص الكنافة، بنص الكمية اللي معانا. هننزل بقى بنص السمنة، وهحاول اي حتة مكلكعة او متماسكة ببعضها من السمنة يعني هحاول افكها. وركزوا معايا في الخطوات الجاية عشان تطلع معاكي مظبوطة وسهلة وجميلة وطرية. انا بفكك طبعا زي ما قلت لكم عشان متطلعش مكلكعة. طبعا على قد ما اقدر احط الكنافة وادوس عليها علشان اشوف الحتة اللي فيها اللي فاضية واللي مليانة، يعني اظبطها ولا اخلي حتة مليانة ولا حتة فاضية كده يعني عشان تطلع برضو معاكي مظبوطة. وبعدين هجيب حاجة اضغط بيها الصينية، سواء عندك هراسة طبق اي حاجة اي حاجة، لو حتى لو اي صينية اصغر من الصينية اللي انت بتعملي فيها الكنافة عشان تخرجي كل الهواء اللي فيها. وحاولي تضغطي كويس وتطلعي كل الهواء اللي فيها، تضغطي جامد علشان ايه تطلع معاكي مظبوطه. اهو كده حاولت اخرج كل الهواء اللي فيها، فاهو كده خلاص مفيش اي هواء فيها. يلا بينا بقى نجيب القشطه بتاعتنا. طبعا اول ما استوت انا حطيت لها معلقه زبده زي ما قلت لكم. هحاول احط القشطه بتاعتي في النص، يعني هحاول على قد ما اقدر ان انا ما اجيبهاش على الحرف عشان ايه ما تلزقش مني. هوزع وهبعد عن الحرف زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انا محطتهاش سكر اهو، شايفين اهو بعدت عن الحرف خالص، وهي كده كده برضو هتسيح شوية. يلا بينا بقى نحط باقي الكنافة. هنا بقى هبقى حريصة جدا ان انا ايه هحط الكنافة وما اضغطش عليها خالص، حتى لو ضغطت هضغط بالراحة خالص علشان الكنافة كده ما تطلعش من بره وتلزق مني. فلازم تخلي بالك قوي في الحتة دي. انا شايفين انا بحط من فوق وبفرط برضو. كده شكلها بعد ما ظبطناها، وحاولت اسويها بس بالراحة خالص عشان الكريمة طبعا طرية وما تطلعش مني من الصينية يعني من فوق. هجيب بقى اقولك ايه عشان ايه عشان تنجح معاكي والوش ما ينشفش. هتجيبي اي صينية صغيرة بتدخل الفرن وتغطي الوش كده عشان ايه تفضل طرية معاكي زي ما انتوا شايفين كده. هحطها بقى في الفرن. حطيتها انا كده حطيتها في الفرن وهي اخدت لون حمرت. هنشوفها مع بعض. هقلبها يعني، ونخلي بالنا ان احنا الغطا اللي احنا حطيناه ده سخن، فامسكيه فوطه ما تنسيش. يعني شايفين انا بقول لكم هي طريه زي ما هي كده. قلبناها اهو، هرفعها. شايفين الجمال، شايفين اللون الذهبي التحفه ده، حاجه روعه اقسم بالله. الكاميرا برضو ظالمه اللون بتاعها بس هي لونها جميل. عايزه اقول لكم ان احنا والله انا عملتها امبارح، والله انا لو ينفع اصور لكم ان احنا خلاص خلصنا نصها يعني انا وجوزي وابني بس ما فيش معانا حد. يعني من جمالها طعمها روعه. حبه سمنه في الصينيه وارجعها عشان تتحمر على الناحيه التانية. ونرجع بقى نشوف شكلها بعد ما اتحمرت تاني. وده كده شكلها بعد ما خرجت واتحمرت على الناحيتين. هنجيب بقى الشربات بتاعها. الشربات بتاعها لو انت عايزاها طرية يبقى الاتنين سخنين، تحبيها ناشفة يبقى خلي واحد فيهم يبرد وواحد سخن. انا الشربات بتاعي سخن فهنزل بيها ايه على الكنافة لان احنا بنحبها طرية. الكنافة مش بنحطها في الفرن على الصاجة، لا احنا بنحطها على الشبكة اللي فوق الصاجة بعديها بدرجة عشان ما تتحرقش مني وتتشعط مني. انا عندي هنا مش سخنة قوي يعني دافي شوية. شايفين الشراب بتاعي ولا تقيل ولا خفيف. ما تخلوهوش تقيل قوي عشان ما تسكرش منك وتجزع. برضو ما تخلوهوش خفيف عشان ما تعجنش منك الكنافة. وبعد ما اسقيها بالشربات هسيبها تهدى شوية وبعدين نقطعها مع بعض نشوف شكلها ازاي وطرية ازاي. والله طعمها تحفة وطرية جدا مش ناشفة برضو.
دي كده انا سبتها تهدى شوية، وده اهو شكلها. هقطعها معاكم وتشوفوها طريقة ازاي. شايفين؟ لو لسه محطتيش اللايك انزلي بقى حط اللايك عشان الفيديو الجميل وصينية الكنافة الجميلة دي. جربيها، تحفة تحفة. شايفين طريقة ازاي؟ شايفين شكلها؟ اه شايفين قوامها ازاي، والكريمة اهي شكلها جميل ازاي فيها. والله طعمها تحفة. انا عن نفسي عجبتني وعجبت جوزي وابني برضو. فبالهنا والشفا. اهو شكلها برضو. يا رب يكون الوصفة عجبتكم وشكلها عجبكم. جربوها. ما تنسوش بقى تحطوا لايك والشير ليوميات نسمة. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.